ما هو الدعاء الذي إذا قلته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة فتحت لك أبواب السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأدعية كتير ما بين الإقامة وما بين الأذان. ما قلناش الإقامة. ما هو الدعاء الذي إذا قلته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة فتحت لك أبواب السماء؟ والله هو دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله على الدعاء الجميل. عم الحاج شكله عنده معلومات دينية قيمة والله. اسم حضرتك ايه؟ أخوك أحمد. أهلا بيك عم أحمد. ما شاء الله عليك. وأنت ما شاء الله عليك عندك معلومات دينية قيمة، بس للأسف مش هو ده الدعاء. لا أعرف منك. النبي صلى الله عليه وسلم سبع أحد الصحابة وهو بيقول الدعاء ده بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. تمام. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء كلها اتفتحت لما قال ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى بقى كده في الحالة دي استجاب دعائك، يتقبل صلاتك، هيستجيب ذكرك اللي أنت ذكرته في الصلاة. قول دعاء تاني، جرب معانا مرة. والله أنا أعرف بس دعاء من حضرتك، لأن أنت عارف الأدعية، أنت عارف إن شاء الله هقوله لك. أنت عارف الأدعية بتاعت استفتاح الصلاة اللي هي بتتقال بعد تكبيرة الإحرام؟ والله أنا بدأ يتملي بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وملتزم بيه جدا، لأنه هو ده الدعاء اللي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كل نبي عليهم السلام جميعا كان له دعاء. يعني مثلا سيدنا موسى كان له دعاء، سيدنا يوسف كان له دعاء، واخد بال حضرتك؟ فكان سيدنا محمد نقل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنا ملتزم بيه بصراحة. ما شاء الله عليك يا عم، ربنا يبارك فيك. طب تسمح لي أقول لك الدعاء؟ اتفضل. علشان نفيد الناس ونفيدك وأنت تدعي لي، بس هتدعي لي بالله عليك. طبعا ماشي؟ طبعا. الدعاء هو: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. من قاله بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة فتحت له أبواب السماء. ده من الأدعية التي وردت في استفتاح الصلاة. في دعاء تاني برضو: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وغير المشركين. في برضو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا إله غيره. تمام. في أدعية كتير بتسمى بأدعية استفتاح الصلاة، بتقال قبل قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام. كلها أدعية جميلة، ولكن الدعاء ده بالذات جميل. ولكن الدعاء ده بالذات من قاله قبل قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام فتحت له أبواب السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. شرفتنا عم. الله يكرمك. بجد والله. الله يكرمك. أنا سعيد جدا باللقاء الجميل دوت. ما تنسوش بالله عليكم تدعوا لعم محمد في التعليقات وتشاركوا الفيديو علشان غيركم يستفاد. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.